معنا في الاستوديو العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيادة العميد، ما أبرز التطورات الميدانية التي حدثت اليوم؟ يعني أعتقد أن حلب ما زالت تحظى بالأهمية الكبيرة، لأن هناك مطار النيرب كان يقصف منذ قليل بقذائف الهون من قبل الجيش الحر. هناك تقدم يبدو في وسط حلب القديمة تحديدا، وكما توضح هذه الصورة لنا في حلب كما هو واضح لدينا، هذه هو تواجد ربما الثوار الذين حققوا تقدم كبير في ما يسمى اللواء 80 الذي يمثل آخر خطوط الدفاع عن منطقة أو عن مطار حلب ومطار النيرب العسكري، وأيضا حاجز المنارة. الأهم هو ما حدث أيضا اليوم. هناك تقدم في منطقة حلب القديمة تحديدا في دوار السبع بحارات، وفي أيضا ما يسمى بحي الجديدة في هذه المنطقة. ويبدو أن النظام الذي لم يعد له تقريبا غير هذه المنطقة التي ينحصر فيها الآن، وهي لا تمثل أكثر ربما من 20 إلى 25% من حلب. يبدو أن الثوار يحققون تقدما ويحاولون اختراق آخر المناطق التي توجد في حلب. أعتقد أننا إذا ذهبنا إلى وسط دمشق فقط نجاحهم في اختراق هذه المنطقة ماذا يعني؟ ماذا يعني السيطرة على كامل حلب؟ السيطرة على كامل حلب إذا ضممنا إليها السيطرة على مطار حلب الدولي ومجموعة المطارات التي تم الاستيلاء عليها، أو أيضا في الطريق الاستيلاء عليها سواء كويرس أو من الإضافة للنيرب، وقبل ذلك مطار الجراح وتفتناز. هذا يعني أن المنطقة الشمالية تتجه ببطء وبثبات وباستقرار لتكون منطقة شبه آمنة أو شبه محررة. نحن لا نستطيع أن نقول آمنة كاملة لأن الطيران السوري ما زال يحلق هناك. على ذكر الطيران السوري هذا، يعني في مطار الجراح استولى الثوار على طائرات جاهزة للقتال أو سليمة على الأقل يمكن تجهيزها واستخدامها، وهناك مسألة إسقاط الطائرة اليوم في المنطقة الفاصلة بين ريف إدلب وريف حماة، وقبل ذلك سلسلة من نزيف الطائرات بالنسبة للنظام. إلى أي مدى يؤثر ذلك على القدرة الجوية للنظام؟ لماذا لا نجد لهذا أثرا في تقليل عدد الطلعات الجوية على سبيل المثال، اختفاء هذا السلاح من قدرة النظام؟ لا، دعني أقول لك، هو الآن يتعامل بعد ما كان يتعامل في حدود 400 إلى 425 طائرة، الآن كل المتاح لي من ناحية الطائرات الجاهزة عمليتين لن يتجاوز أكثر من 120 طائرة ما بين ثابتة الجناح وبين هليكوبتر. أما ما شاهدناه من طائرات في منطقة أو في قاعدة الجراح، دعني أقول لك هي طائرات متقدمة خارج الخدمة، لأن فيها كان بعض الطائرات الميج 17 وميج 15 وربما أيضا اللام 39 التي أصابت الكثير. لكن ما زال الكم الذي لديه تقريبا على خط حمص تدمر، وأيضا على خط دمشق أو الضمير عذراء التي يقع فيها الشبكات لديه أكثر من 4 أو 5 قواعد. دعني أقول أننا سنستمر في هذا الأمر الذي يتعامل فيه النظام بمجال جوي مفتوح لديه. طيب، قبل التطرق إلى التطورات الميدانية في دمشق وريفها، هل هناك عمليات إحلال وتجديد من خلال صفقات الأسلحة الروسية المستمرة حتى اللحظة الراهنة؟ أعتقد أنه لم يعد يعني نستطيع أن نقول أن هناك إحلال أو ريبليسمنت أو أبجريدنج. كل ما النظام الآن مضغوط بالكامل، يفقد الشمال، بنيته الجوية الأساسية في الشمال انتهى. كلنا شاهدنا في 30 يناير الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق دمشق. هذا يعني أن نظام الدفاع الجوي بالكامل لديه الآن تفسخ ولم يعد يعمل إلا كأجزاء. باختصار، بالنسبة لمعركة دمشق وريفها، أعتقد أن معركة دمشق لديها جزئين. الجزء الأول نحن ما نشاهده الآن، وأصبح القتال في قلب دمشق. هنا الثلاث حواجز التي تكلمنا عنها قبل ذلك، وهو حاجز عدان وجسر زمالكا وأيضا حاجز حرملة، والآن يضاف إليهم أيضا حاجز سكنة الموسيقى. وكان هناك حديث أن حاجز ما يسمى بكمال المشارقة الثوار يتقدمون فيه. والأهم أننا إذا حتى ذهبنا إلى هذه الصورة ربما التي تؤشر لنا معركة المطار ما زالت موجودة حتى الآن. يحاول أن يخصف أيضا دير العصافير، ما زالت هناك معركة في عقربة. بابلة ما زال فيها عمل، لكن الثوار على قدر كبير
حتى الآن يبدو أنهم نعم. يغلقون طريق المطار. وكان هناك حديث على أن أحد ربما المسؤولين الإيرانيين الكبار الذين ربما استخدموا مطار دمشق يبدو أنه تعرض لمحاولة أنهت حياته على طريق دمشق الدولي. هذا ما يتسرب الآن من معلومات. هذه كم المعارك الآن تصل إلى وسط دمشق. طريق المطار دمشق الدولي غير آمن، حلب الدولي يترنح، وبالتالي أعتقد أن لدينا ثوار يتقدمون ببطء ولكن بثبات. العميد صفوت أزايت الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.